هل مريض قصور الشريان التاجي ينفع يصوم؟ مريض قصور الشريان التاجي بيكون اساسا ليه تقسيمه كبيره جدا، لازم نعرف انت في انهي مرحله فيها. هل انت دلوقتي عندك جلطه؟ هل انت عندك القصور في صوره ذبحات صدريه غير مستقره؟ هل هي ذبحات صدريه مستقره؟ وايه التعامل اللي تم مع حالتك؟ هل انت كان مجرد علاجات دوائيه خدناها والوضع الحمد لله بقى مستقر؟ هل انت دلوقتي الوضع اضطرينا ان احنا ندخل نعمل عمليه قلب مفتوح؟ هل احنا ركبنا دعامات؟ فكل ديت حاجات لازم الاول تتقيم عشان نعرف وضعنا. عموما كده لو هنتكلم، هل مريض القصور الشريان التاجي ينفع يصوم ولا ما ينفعش يصوم؟ في الطبيعي ان هو يصوم، الا في بعض الحالات لازم المريض يكون عارفها. اول حاجه، لو المريض لسه طالع من المستشفى ما كملش شهرين 3، حاله زي كده لا، يفضل ان احنا بلاش ان احنا نصوم. طب ايه كمان؟ المريض عنده ضعف عضله القلب ناتج عن نتيجه قصور في الشريان التاجي، وكان عنده جلطه في الشريان التاجي ووضعه لسه ما وصلش لمرحله الاستقرار، حاله زي كده انت ما ينفعش تصوم. مريض تاني عنده قصور شريان التاجي وعمل قسطره، لا عنده ضيق متعدد وما ينفعلوش لا قلب مفتوح ولا ينفع له ان هو يركب دعامات، وكل شويه معتمد ان هو ياخد اقراص داينايترا تحت اللسان، لان مع اقل مجهود لازم بيجي له وجع في صدره، ده ما ينفعش يصوم. دلوقتي مين بقى اللي ينفع ان هو يصوم؟ انا دلوقتي عندي قصور، خدت دواء اتحسن. انا دلوقتي مريض كان عندي قصور وجلطه، عملت قسطره والوضع بقى كويس والحمد لله ماشي على علاج والدنيا مستقره. انا في الحاله دي ينفع اصوم، بس لازم في الاول ابقى فاهم ان انا اشرب لما افطر ميه كويس جدا، امنع الملح والدهون من الاكل بعد الفطار على قد ما اقدر، والتزم بعلاجاتي على قد ما اقدر. مش معنى ان انا صايم دلوقتي يبقى ضغطي هيوطى فاوقف الادويه كلها، فيها كتير جدا ممكن علاجات يهيئ ليك ان هو علاج للضغط وان كان الدكتور كاتبه لك حاجه للقلب. ان حتى مؤخرا دلوقتي لقينا ان بدات تظهر علاجات في الاساس كانت علاجات سكر بنديها لمرضى القلب بجرعات معينه عشان احسن كفاءه عضله القلب وعشان احسن الاعراض وامنع ان يحصل مضاعفات. اول حاجه، قرار ان انت توقف الدواء من عدمه ده مش بتاعك، ده قرار الدكتور الوحيد. تاني حاجه، في العموم معظم مرضى قصور الشرايين التاجيه ينفع ان هم يصوموا. طب انا دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني وصمت، افطر ازاي؟ نفس التعليمات اللي احنا بنقولها كل مره. حاول على قد ما تقدر ما تاكلش كميات اكل كبيره مره واحده، التزم بعلاجاتك، امنع الملح والدهون والسكريات على قد ما تقدر، بلاش الحاجات المخللات واللي فيها ملح كتير، ما تاكلش وجبه كبيره مره واحده بعد الفطار على قد ما تقدر، نخلي يكون اكلنا متزن بصوره صحيه، وبالتالي هيكون صيامنا صوم وتصح. كده احنا لو التزمنا بالتعليمات اللي احنا قلنا عليها، يبقى مريض قصور الشرايين التاجي ينفع ان هو يصوم.